ده اول كوافير حريمي في الفضاء. 6 ستات طلعوا صاروخ شركه بلو اوريجين بتاعه جيف بيزوس، منهم كيتي بيري ولورين سانشيز خطيبه جيف بيزوس. مش دي اللي كان مارك بيبص على اولادها؟ وطبعا تعرف انه حدث مهم لما تلاقي 2 من الكارداشيانز حاضرين. وكمان اوبرا وينفري انتيمه جيل كينج اللي كانت معاهم على الصاروخ طلعوا يا دوب في رحله لاكل الغلاف الجوي في الارض وحافه الفضاء لمده 11 دقيقه، لا 10 دقايق 21 ثانية، وبعديها نزلوا بالباراشوت. وفجأة صحافة وإعلام وأول رحلة فضاء نسائية في التاريخ من سنة 63، وأعلنوهم رائدات فضاء من مجرد الرحلة ال 11 دقيقة دي، ومصممين بالعافية إن هم يحكوها في حتة الفيمينيزم. الناس اتقلبت عليهم اللي أغلبهم أصلا ستات، وكومنتات تريقة، وبدأوا يشككوا في مصداقية الرحلة كلها. إزاي سايبينهم طالعين من غير خوذة؟ ده الإكستنشن كان طاير أكتر منهم. إزاي سايبينهم طالعين بإكسسوارات؟ الكبسولة نازلة نظيفة جدا مقارنة بالكبسولات التانية اللي بتنزل من الفضاء. ده حتى الناس اخدت بالها ان حد فتح الباب من جوه وبعدين قالوا له يقفل بسرعة، لحد ما جه جيف بيزوس بنفسه بالأداة السحرية وفتح هو الباب. انت بقى شايف ان الموضوع فعلا انجاز تاريخي ولا مجرد ترويج ساذج لسياحة الفضاء؟